ايه يا عم، اخبار والدتك ايه؟ الحمد لله والله بخير. ايه يا عم، امك عامله ايه؟ يا اسطى ما تجيبش اسم امي على لسانك. خلينا نقف هنا ثانيه. ليه سؤال بسيط زي اسم امك ايه او سيره الام عامه بيخلي الناس تتعصب وناس تعمل مشكله وناس تحس انها اتهانت؟ ليه سؤال عادي جدا في بلاد تانية عندنا في مصر ممكن يقلب مشكله؟ طب ده بسبب ايه؟ ما تقلقش بقى، هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. عندنا في مصر لما حد يجي يقول اسم امك ايه ده مش بيكون سؤال عابر، دي اهانه. واصلا سؤال غريب وملهوش لازمه. انا ايوه انت، بقول لك اسم امك ايه هو العقل بقى تستفاد إيه لما تعرف اسم امك؟ برضه بالنسبه لينا ده بيكسر حاجز الخصوصيه فجاه، انك سالتني عن حاجه شخصيه من غير مبرر كده. كمان الام ليها قدسيه واحترام شديد، وعشان كده في ناس بترد بعصبيه وبترفض الرد اصلا. في برضه اللي مأثر على الثقافة في الموضوع ده كده اعتقاد منتشر في الأرياف والحتت دي، معتقدين إن الاسم كامل للأم بيستخدم في السحر والأعمال والكلام ده. الموضوع ده مفيش أي إثباتات ولا حاجة تدل على صحته، فأنت متخيل بقى لما حاجة زي كده تنتشر في الأرياف؟ أصلا تخيل إزاي أول واحد طلع المعتقد ده. أنا هو ده اللي في دماغي الصراحة. بقول لك إيه، اسم أمك إيه؟ فتحية عبد التواب عبد الله زين. وفي إيه اللي حصل للمحصول؟ تلاقيه هو عبد العزيز اللي عمل لي عمل باسم أمي. ده انا هفضح اللي جابه. بس الموضوع بجد غريب ومش منطقي الصراحه، مفيش حاجه تخوف في اسم الام من ناحيه العمل والكلام من ده اصلا. في ناس بقى في المجتمع بتاعنا بيستخدموا اسم الأم في التريقة. يعني أنا وصغير في واحد صاحبي عرف اسم أمي، ساعتها حسيت بإهانة كبيرة وبقيت بخاف أزعل الشخص ده عشان ما يفضحش اسم أمي في المنطقة. أنت متخيل الموضوع بيوصل لإيه لبعض الناس؟ زمان كان الاسم سر مش بيتقال في العلن، بيستخدموه أم فلان مكان اسم الأم. يعني يقولوا أم عبده وأم محمد وكده، وده برضه هو اللي لسه مكمل لحد دلوقتي. كنا شايفين إن ذكر اسم الأم بيقلل من هيبة الشخص أو بتكشف حاجة خاصة بيا. يعني أنت ليه تعرف اسم أمي أساسا؟ مفيش بقى حاجة في الدين تمنع إن ذكر اسم الأم حرام، ولا في الشرع برضه حاجة تمنع كده. ولو في وعندك دليل ممكن تكتبه في الكومنت، بس أنا اللي شفته إن مفيش وجايز أغلط برضه. بس الموضوع برضه ثقافي بحت، دي ثقافة عندنا كمصريين وعرب عامة من قديم الأزل، اللي هو بالنسبة للناس كده من المروءة والفحولة. يعني في مجتمعات تانية وثقافات تانية ذكر اسم الأم عادي ومفيش حاجة غلط في الموضوع. اسم عنده مش مرتبط بإهانة، لا عادي الموضوع بالنسبة ليهم إن أمه باسمها عادي في وسط الناس. إنما لو جربت تعمل كده في الشارع تخيل بقى نظرة الناس ليك كأنك شتمت أمك مش ناديتها. هو سؤال اسم أمك إيه ممكن يبان سؤال عادي بسيط، بس اللي أنت شايفه سؤال بسيط هي بالنسبة لشخص تاني إهانة. بعد نفسك عن المشاكل وما تسألش السؤال ده. قلنا إن الموضوع كله ثقافة وتربية، مجتمع نشأ على كده من غير ما يعرف إيه السبب أصلا. إنك تشارك رأيك، تشارك وتدوس لايك. بس كده، سلام.